وبركاته. أعزائي الأوفياء، نرحب بكم من جديد ونقدم لكم هذا الفيديو إن شاء الله الخاص بشجرة اللوز. طريقة العناية بشجرة اللوز كي تنتج إنتاج إن شاء الله وفير، وكما تشاهدون في هذه الشجرة تبارك الله خيرات مولانا. كيما تشوفوا يعني خيرات مولانا كيما تشوفوا في هذا الفيديو هذا، وهاد الشجرة إن شاء الله كيف ما تشوفوا فيها. المهم في هاد الشيء الإخوان هو طريقة التقليم ديال هاد الأشجار المثمرة، كيفاش العناية بها، كيفاش غداو هاد الأشجار، كيفاش تحافظ عليها، كيفاش طريقة الري والساقي. هادشي كله غنعرفوه الإخوان الآن. الإخوان باش تكون شجرة الزيتون صالحة كيف ما تشوفوا ضروري خاص يكون عندها الحوض كيف ما تشوفوا لتحت. الحوض ضروري يكون عندها الحوض وتسقيها. بالنسبه لطريقه تقليم الاخوان كيف ما تنقول لكم دائما، هاد الاشجار هذه خاصها تكون خاويه من الوسط الاخوان كيف ما تشوفوا. دابا تضرب كيف ما تشوفوا هنا الاخوان، دائما تكون خاويه من داخل الشجره. واش انه هذا البورصه تيضلل يعني خاويه، وتخلوا الشجره ما تفرانيوهاش من الفوق، يعني تخلوا عطوها التيرسيف ديالها يبقى طالع. فهمتوا الاخوان؟ كيما تشوفوا الفوق في العراش فوق، هانتوما الاخوان شفتوا هانتوما الفوق بحال هذا الاخوان. ها دائما العراش يبقاو غاديين، وكيف ما تشوفوا راه تيعطوا الغله هاد العراش هادو كيف ما تشوفوا هنا الاخوان. بالنسبه للتسميد ديال هاد اشجار اللوز الاخوان، يكفي ديروا غير الغبار. هادشي هو احسن مواد التسميد، هي المواد العضويه كالغبار ما داكشي الملح يعني تي صالحه، ولكن كيما تنقولوا تترشي العود وهذاك الشيء يعني ما صالحاش. ولكن الغبار احسن من الملح. ولكن الا ما سطيش الاخوان مثلا الغبار، ضروري غادي دير ليها الملح ولا شي حاجه. المهم باش تعاون على الازوت هو اللي تيعطي اللون الاخضر الاخوان كيما تشوفوا. وهادشي الاخوان، هذا هو الحلقه ديالنا في هذا النهار ان شاء الله. تنشكركم على المتابعه، وتعاونوا معنا في القناه الاخوان، وبارطاجيو هذا الفيديو، واللي ما مشتركش يشترك ويجيم. وان شاء الله فيديو اخر نقدم لكم شجره اخرى ان شاء الله. والى اللقاء، تبارك الله عليكم.